عمرك سألت نفسك ليه صاحبك بيكمل الماتش والتمرين لآخر دقيقة وانت بعد نص ساعة نفسك بيروح؟ الفرق بينك وبينه في التغذية والتمرين، مش في المهارة بس. في لعيبة كتير بتنزل الملعب وهم عاملين 3 غلطات مهمين جدا، هقول لك عليهم واوعى تعملهم. اول حاجة، اوعى تنزل التمرين من غير اكل. وتاني حاجة، اوعى تاكل حلويات او شيبسي قبل التمرين. وتالت حاجة وطبعا ودي اخطر حاجة، ما تشربش الحاجة الساقعة والمشروبات الغازية الجديدة، لانك بعد 20 دقيقة من التمرين هتيجي تقول لي يا كابتن انا مش قادر اكمل التمرين ومش قادر اكمل الماتش. طبعا مش هتقدر، لان جسمك مفيهوش طاقة. جسمك قبل التمرين محتاج حاجة اسمها طاقة آمنة وطاقة سريعة، وديت بتيجي من الكربوهيدرات زي الرز، المكرونة، البطاطس والعيش، ومعاهم كمان بروتين خفيف زي الفراخ، البيض، الجبنة. والأهم إن الأكل دوت يكون قبل التمرين أو قبل المباراة بساعتين، زي سندوتش بيض ومعاها موزة، أو طبق رز صغير معاها قطعة فراخ. وأهم حاجة اشرب مية كتير قبل التمرين وطول اليوم. بس كده، مش محتاج حاجات غالية أو مكملات غذائية. لو عايز تبقى أسرع وتركز أكتر وتكون أقوى في الالتحامات، لازم تاخد بالك إن الأكل ده جزء من التمرين. انت مش بتتمرن برجلك بس، انت بتتمرن بجسمك كله. من النهاردة مفيش تمرين من غير أكل صح. استناني في الفيديو الجاي عن أخطر مهارة بتحدد مستواك، وهي أول لمسة.